ازيكم يا شباب. زي ما انتم شايفين فيديو النهارده بنتكلم عن ماده الفيزياء، من حيث بقى ازاي ذاكرتها صح، افضل الكتب اللي انا حليت منها، جبت كام في ماده الفيزياء، وايه الحاجات اللي انا عملتها في الفتره ديت بجد فرقت معايا قدام، وهل مثلا اروح سنتر ولا اروح اونلاين، انا عندي مثلا مشكله في الحل اعمل ايه. كل الاسئله المتعلقه بماده الفيزياء ان شاء الله هحاول اوضحها عليك في الفيديو النهارده. بس قبل ما نبدا كده الفيديو ما تنساش بقى تضغط لايك وتشير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا من الموضوع ده. فيلا بينا نبدا. الحمد لله بفضل ربنا جبت في مادة الفيزياء 59 من 60، والغلطة اللي أنا غلطتها كانت غلطة تحويل وحدة معينة في السؤال، يعني كنت عليها قفلها والله، بس الحمد لله عدت على خير. فاحنا عاوزين نبدأ كده مع بعض عشان الموضوع يكون بسيط. احنا عاوزين نعرف نذاكر مادة الفيزياء ازاي. أول حاجة يا جماعة كافتراضا احنا دلوقتي خدنا الدرس من المدرس سواء في السنتر أو سواء أونلاين. بالنسبة لنقطة السنتر والأونلاين هنرجع لها في الآخر. تمام. أنا دلوقتي أروح البيت، كان دايما عندي قاعدة معينة في الأيام كلها. مادة الفيزياء اول ماده تذاكر، وهي الماده اللي ما ينفعش تتاجل لتاني يوم، عشان طبعا كنا عارفين ماده الفيزياء تتنسي في ثانيه. تكون مثلا قاعد مع المدرس سمعت منه المساله بشرحها، وتيجي تروح تلاقي نفسك نسيت الشرح اصلا المساله دي، فانت اكيد فاهم الدنيا دي. فدايما حط قاعده عندك، ماده الفيزياء اول ماده تذاكر وما ينفعش تتاجل. تمام. كافتراضا خدت درس اسمه الدينامو، خلاص تمام. انا اروح اعمل ايه؟ خلاص روحت صليت واتوضيت وصليت وخلصت اللي عليا. انا خلاص اهوت الدرس قدامي، وانا يا جماعه اللي بيسال انا كنت بذاكر من كتاب ايه؟ انا كنت بذاكر من كتاب الامتحان فيزياء شرح. انت مثلا بتحب مذكره مدرس معين مفيش مشكله، بس انت لو ماشي مع كتاب الامتحان فيزياء اللي هو الشرح، يعني بجد يعني كان مكفيني وحاسس ان انا براحه كمان في الموضوع ده. خلاص تمام. فتحت الكتاب اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، مش عشان هو نظام جديد يبقى نتجاهل الحفظ. الحفظ ده حاجه اساسيه في كل المواد، فاهمني؟ خلاص تمام. اقوم راح قارئ الدرس كمثال، تعريف الدينامو، اهميه الدينامو، اقراها مرتين ثلاثه بفهم، مش عايزك تحفظها صم بكم كده، لا اقراها بفهم. خلاص تمام. انا خلصت قراءه مثلا التعريفات بالاهميه، او قابلت مثلا اول مره اقابل مثلا قانون في الدرس اللي هو الاستاذ شرحه مثلا، خلاص تمام. عندي كشكول بتاعي، اقوم راح فاتح صفحه كاتب القانون بتاعي. تمام. اي قانون تقابله وانت بتذاكر الدرس بتاعك، لو درس الدينامو تقوم راح مثلا، احنا قلنا مثلا درس الدينامو، تقوم راح مثلا مسجله. انت تقول لي مثلا طب انا ما سجلتش قوانين قبل كده، عادي ابدا ابدا مثلا اسجل من دلوقتي. وبالنسبه للقوانين اللي فاتت انا معايا ملخصات اللي انا كنت عاملها للقوانين، هقوم راح رافعها لك وانت تاخدها، مفيش اي مشكله في الموضوع، بس انا عايزك تكتب من دلوقتي، فاهمني؟ خلاص تمام. انا ذاكرت الدرس من حيث تعريفات وقريتها مرتين ثلاثه وفهمتها، اقرا كل القوانين اللي بتقابلني بكتبها. تمام. ماشي. بعدين لقيت بعدها مثال، المثال احله ازاي؟ انا كنت بعمل ايه؟ اقوم راح جاي قلم رصاص، واقوم رايح جاي مخبي الاجابه، وابدا احل اللي بجنب كده بالقلم الرصاص، وبعدين اشوف النتيجه هل هي نفسها تمام في مشكله، اقوم راح اعمل ايه؟ اقوم راح اشوف انا مشكلتي كانت في ايه، وبعدين ارجع للقانون راح كاتب ملاحظه الحته دي مثلا، معلم على خطين او مثلا بالهايلايت ومحدد النقطه مثلا دي عشان بلخبط فيها. تمام. كل مثال في الدرس لازم تحله. انا والله انا عارف في ناس كتير بيتجاهلوا الموضوع ده، بس لازم تحلوا كل مثال في الدرس عشان الدرس يبقى فيه افكار. الافكار دي بيترجمها لك في امثله في الشرح، فدي هي اللي بيخلي الواحد لما يجي يحل يلاقي نفسه ما بيغلطش من اول لما يجي يحل، فاهمني؟ فالامثله عندك لازم تذاكرها وتحلها قبل ما تبص على الاجابات. تمام. يعني تذاكرها ازاي؟ خدنا الدرس نقراه بفهم وحفظ، تعريفات نقراها برضو ونحفظها، كل القوانين اللي تقابلنا نسجلها في ورقه، وبعدين نبدا نقرا الامثله ونحلها. خلاص تمام. انا عملت زي ما انت قلت وخلاص، عملت كده، ففهمت الدرس، قراته وحفظته، كتبت قوانيني وحليت الامثله مع نفسي. اعمل ايه دلوقتي؟ نيجي بقى لتاني نقطه وهي الحل. يعني بصوا يا جماعه، ماده الفيزياء انا عاوزك تخلي الموضوع بسيط جدا. ماده الفيزياء ما هي الا حل، بس الفكره انك تعرف تحل الكتاب الصح. يعني مش عاوز انك تروح مثلا تحل كتاب استاذ لسه مطلعه، ولا كتاب اصلا قاعد كده فجاه كده اللي هو انا اخترعت كتاب فيزياء وقاعد يعني يجيب لك اسئله من كواكب تانية وتعجزك وتحس بالضغط. ما تقلقش ابدا من النقطه ديت، عشان يعني انا الحمد لله حليت في الفيزياء 3 كتب، وبجد يا جماعه ال3 كتب كانوا كفايه جدا والله، يعني كانوا ما شاء الله مجمعين لي نقط كتير جدا وافكار كتير. تمام. فايه الكتب؟ نشرب بس بقى بس الواحد يشرح. بصوا يا جماعه، الكتب انا حليت 3 كتب بالظبط. كتاب الامتحان طبعا ده اساسي تحطه في برواز، تاني حاجه كتاب نيوتن، تالت حاجه كتاب الدليل. تمام. انا بص، كتاب الامتحان كتاب اسئلته متنوعه ما بين متوسط لصعب، تمام، فممكن كمان تيجي في الامتحان، فده حاجه اساسيه معاك سواء في الحل وفي مراجعه. تمام. نيجي لكتاب نيوتن. بص يا جماعه، كتاب نيوتن فيه يعني ميزه بجد انا بنصحك انك تجيبه. الميزه ديت بيخلي الواحد يحل اسئله كتير في وقت قليل. انا كمثال كنت دايما بقول لنفسي الله،
يعني انا دلوقتي هاجي احل مثلا، والله ما فاكر كان 50 سؤال في 3 ساعات مثلا، معلش ده انا بقعد في السؤال بالقانون واكتبه واتذكر القانون، بقعد فيه كتير. فكنت دايما بقول مستحيل اعمل كده. بس بالحل الكتير في الكتاب بتاع نيوتن ده غير وجهة نظر اصلا للموضوع. يعني مثلا كنت تلاقي مثلا فصل تلاقي عليه في حدود 200 300 سؤال، فاللي هو انت بتجمع افكار من كل زاويه، فما تقلقش ابدا من انك مثلا بتحل كميه قليله في وقت كبير. لا، كتاب نيوتن ده جيبه وهو يفيدك جدا في النقطه ديت. تمام. وكتاب دليل، كتاب الدليل ده، عارف انت كتاب الدليل في الاحياء، اللي يعرف كتاب الدليل في الاحياء هو كتاب برضه ليفل عالي، تلاقي الاسئله بتاعته عاليه جدا. كنت بجيبه، مش بحل، مش هقول لك انا حليت الكتاب كله تمام. كمثال احنا كنا في الدينامو والاجهزه بتاعت الفصل ديت المهمه ديت، كان بالظبط 30% و 40% من الامتحان بيجي من الفصل دوت بس. فانا كنت الفصل ده وقوم راح جايب الاسئله بتاعته وحللها. كانت اسئله صعبه يعني بتخليني يعني اعجز ان انا احلها جدا يعني. بس بجد يعني بيخلي الواحد يعني يفكر، ما هو ده المطلوب. معلش انت تقدر تحل اسئله سهله ومتوسطه وتيجي في الامتحان تخش على اسئله صعبه تتعجز فيها؟ لا، ابدا حل من دلوقتي الصعب. انت في الاول هتلاقي نفسك عاجز في الموضوع، بس بعدها هتتعود. انا ما بنصحش انك تجيب كتاب الدليل، بس انا بقول لك في فصل، معلش عشان خاطر، بس في الفصل بتاع الاجهزه الدينامو، انا مش فاكر هو فصل كام، بس انت هتلاقي مدرس دايما بيقول لك ايه، الفصل اللي بيجي منه معظم الاسئله، الفصل اللي بيجي منه الامتحان، هو ده الفصل اللي هو بتاع الدينامو والاجهزه دي كلها. تقوم راح جايب الكتاب ده او تصوره بي دي اف وتحل منه. يعني بجد دي نصيحه من شخص، يعني انا بجد هيفيدك والله النصيحه دي. تمام. يعني كتب احل من ايه؟ كتاب الامتحان في اول مرتبه، بعدها كتاب نيوتن، وده انا عاوزك تكون اساسيين. لو انت حليتهم بس في السنه يبقى انت كده خلاص ضمنت انك يعني يعتبر حليت اسئله كتير جدا في الماده بتاعت الفيزياء يعني. فما تقلقش خالص. شخص بيحب الفيزياء، متفوق في ماده الفيزياء، عاوز يعلي من مستواه، يضيف الكتاب بتاع الدليل. كتاب يعني تعجيزي بس حلو. خلاص تمام يا عبد الله، انا دلوقتي عملت زي ما انت قلت، وبدات اذاكر واحل، وجبت كتاب نيوتن وبدات ان انا اذاكر الدرس بتاعي، وبعدين احل منه مثلا من الامتحان ونيوتن على حسب الوقت اللي بفضل لي من مذاكره الماده. خلاص تمام. اجي دلوقتي، هل سنتر ولا اونلاين؟ انتوا في الفيديو اللي فات بتاع ازاي تخلص من التراكمات كلكم كنتوا بتقولوا اللي هو النقطه ديت، سنتر ولا اونلاين؟ بصوا يا جماعه، يعني انا هقول لكم تجربتي في ماده الفيزياء، مشيت مع سنتر ولا اونلاين من غير اي ابداع في الموضوع يعني، ولا اللي انا اجمل لكم في الموضوع. اول ما بدات خالص من الدراسه رحت سنتر في الفيزياء، لحد بالظبط شهر 3 او نص 3 بالظبط كده وقفت. كنا دخلنا في الحديث، وقفت وبدات على طول بتاع اونلاين. النقله ديت حسستني قد ايه، معلش في الكلمه، انا كنت غبي. اللي هو كنت مثلا، اللي عارفني كشخصيا او انا عايش في منطقتي مثلا، الدرس بتاعي بتلاقيه مثلا في مركز شويه بعيد عن انا في قريه. فكنت دايما باخد مواصلات ربع ساعه رايح جاي، اصلا من الارهاق اللي انت بتيجي منه، غير بقى انت 3 4 دروس، فتلاقي الموضوع صعب. فانا ادركت قد ايه بصراحه الواحد كان غبي في النقطه دي. كنت انا بقعد، المدرس اللي انا كنت شغال معاه واللي فادني وانصحكم بيه مستر محمد عبد المعبود، انت ممكن تسمع الاسم ده كتير يعني، بس يعني هو ده الاستاذ اللي خلاني اصلا مرتاح. اللي انا كنت بدا يذاكرنا في الحديثه في نفس الوقت، يا جماعه الاسبوع دوت هراجع الفصل الاولاني، وكان بينزلنا في فيديو مراجعه 3 ساعات او 3 ساعات ونص، بذاكر بقوم رايح بص على الفيديو مذاكره وابدا احل عليه من الكتب الباقيه ليه. كنت دايما بحس كده ان انا ادام ماشي معاه انا مرتاح. عارف انت في اساتذه بيحسسوك كده انك ادام انت بتتبع اللي انا بقول لك عليه انت هترتاح من غير ما اقول لك الكلام ده، انت مرتاح له، فاهم؟ لكن في مدرس تاني تحس اصلا بعدم الامان معاه، اللي هو انت حاسس كده ان هو مش ضامن معاه انك اصلا حتى يعني هتمشي في الماده دي تمام. فانا بنصحك مستر محمد عبد المعبود، يعني بجد متابعه كان والله العظيم كنت ببعت له على الخاص بيرد عليا، فادني جدا الفتره الاخيره في المراجعه. يعني انت يعني حاجه اساسيه معاك في المراجعه مستر محمد عبد المعبود. وبالنسبه للحديثه ابدا معاه. طب انت تسالني دلوقتي، طب انا اعمل زيك مثلا استنى شهر نص 3 واروح مثلا اونلاين؟ بص، يعني انا كنت شخص اللي انا بحب يعني ايه اعمل جدولي، اعمل حاجاتي منظمه لوحدي، فاهم انت؟ اللي انا اقعد كده انا النهارده انظم وقتي كده. في ناس بيبقى عندهم مشكله في النقطه ديت، عشان بيحسوا كده لازم يكون مدرس متابع معاهم. فبالنسبه للنوعيه ديت ممكن السنتر ينفعك، بس اول لما تبدا الحديثه خط احمر تروح على طول اونلاين. تمام؟ يعني لو انت بادئ سنتر، لو انت بادئ اونلاين من بدايه الحديثه لازم تكون بتاخد اونلاين، دي حاجه اساسيه معاك، فاهمني؟ طب انت مثلا مش بتحس بالراحه مع مستر محمد عبد المعبود، بتلاقيه بيشرح زي ما الناس بيقولوا بيشرح مثلا بطريقه يعني صعبه شويه والواحد بيفهمها بصعوبه، خلاص تمام. في عندك اللي هو
هو مشهور والله بس انا اسمه، اللي هو فيزيكس سوسايتي، اللي هو انت عارفه فيزيكس سوسايتي ده. فالمدرس ده انا كنت بسمع له فيديوهات معينه، كانت نقط معينه كده كان بجد بيفهمها لي، وتلاقي دايما كده ايه قاعد كده اللي هو يحسسك كده ان في راحه في الموضوع في الفيديو يعني. فممكن تبقى معاه هيجد هيفيدك برضه. اسم القناه بتاعته فيزيكس سوسايتي. تمام. فهي ديت الموضوع يعني. لو انت تهت مني في سنتر اونلاين اللي انت ماشي عليه دلوقتي تمام، من بدايه الحديث خط احمر اونلاين بس كده في الموضوع. صاحبك يشتتك، صاحبك يقول لك انا عندي استاذ بيراجع لي المنهج كله في البيت عنده وهيديني الامتحان، قول له تمام روح عنده خد الامتحان وحل منه براحتك. فانا كده وضحت لك النقطه بتاعت سنتر ولا اونلاين. فكده ركز معايا، احنا قلنا ملخص بسيط كده عشان تحس انت بتجمع الفيديو. تمام. انا بحب دايما اعمل ملخصات للفيديو كده، معلش باخد يعني شويه من وقتك. اول حاجه قلنا احنا ازاي نذاكر الماده، ووضحت لك الموضوع مبسط جدا. انا مش عايزك تسمع فيديوهات ازاي تذاكر الماده يعني تحس ان الموضوع كبير، لا الموضوع بسيط جدا. كتابك شرحك يتحط على البتاع بس تبدا تذاكر وانت مرتاح. تمام. بالنسبه بقى للتراكمات وكل حاجه انا عملت لها فيديو تاني يخلي يعني ايه يجدد لك معنوياتك كده، اللي هو الفيديو اللي قبل ده، يبقى روح اسمعه. يبقى احنا ازاي تذاكر الفيزياء، وضح الموضوع شويه. سنتر ولا اونلاين، وضح الموضوع. احل كتب مين، رشحت لك الثلاث كتب الاساسيين، وبفضل انك تشتغل على الامتحان ونيوتن اساسي. فانا كده وضحت لك النقط الاساسيه في ماده الفيزياء. وبرضك ما ننساش حاجتين اساسيين، الفيزياء هي عباره عن حل، الفيزياء اول ماده لازم تذاكر في اليوم. كده على ما اعتقد يعني خلص الفيديو. انا الفيديو كنت عاوزه بسيط عشان ما تحسش انك يعني في حاجه تقيله عليك، فاهمني. وبالنسبه اللي لسه عنده اي سؤال في ماده الفيزياء او اي سؤال عامه يعني يروح يبعت لي مثلا رساله على بيج الفيس، هحط لك برده الرابط في اول تعليق مثبت، وروح كلمني هناك وانا هرد عليك على طول. كان نفسي اسهر معاكم وانا بشرب قهوه لون هنام. يا جماعه انا مستغرب دايما من حاجه معينه، واحنا لما نيجي نعمل فيديو بنشرب قهوه كده يعني، مع اني يعني ما بشربش قهوه بس انا بحب اشرب قهوه معاكم يعني. مش عارف مش في الفيديو. تمام. فنقفله بس انتوا وينكم كده عرفتوا منه بصراحه يعني. يلا سلام، وان شاء الله يكون في فيديوهات تانية بالنسبه لباقي المواد. وبالنسبه للفيزياء يعني اعتقد وضحت الموضوع تمام. لكن بقى بالنسبه للانجليزي انا جايب لكم بجد، هي يعني انا كنت داخل معايا 90% من الامتحان، فهقول لكم كتاب هو ده السر اصلا في الامتحان الانجليزي يعني، ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وادعوا لي في الامتحانات، وانا بدعي لكم والله من قلبي، وبشوف كل تعليق انت بتكتبه وبدعي لك كمان. يلا سلام، ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.